فلما رأيت ما فعلته ابنة عمي مع هذا العبد الأسود غبت عن الوجود، فنزلت من فوق أعلى القبة ودخلت وأخذت السيف من ابنة عمي وهممت أن أقتل الاثنين، فضربت العبد أولا على رقبته فظننت أنه قد قضي عليه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. بكرة حلقة جديدة، تصبحوا على خير. بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب المسحور قال للملك: لما ضربت العبد لأقطع رأسه فقطعت الحلقوم والجلد واللحم ظننت أني قتلته، فأطلق صوتا عاليا جدا، فتحركت ابنة عمي وقامت بعد ذهابي ولم تعلم بأني من ضربته، فأخذت السيف وردته إلى موضعه وأتت المدينة ودخلت القصر ورقدت في فراشي إلى الصباح. ورأيت بنت عمي في ذلك اليوم قد قطعت شعرها ولبثت ثياب الحزن وقالت: يا ابن عمي، لا تلمني فيما أفعله، فإني بلغني أن والدتي قد توفيت، وأن والدي قتل في الجهاد، وأن أخواي أحدهما مات ملسوعا والآخر رديما، فيحق لي أن أبكي وأحزن. فلما سمعت كلامها سكت عنها وقلت لها: افعلي ما بدا لك، فإني لا أخالفك. فمكثت في حزن وبكاء وعديد ونحيب سنة كاملة من الحول إلى الحول. وبعد السنة قالت لي: أريد أن أبني لي في قصرك مدفنا مثل القبة، وأنفرد فيه بالأحزان، وأسميه بيت الأحزان. فقلت لها: افعلي ما بدا لك. فبنت لها بيتا للحزن، وبنت في وسطه قبة ومدفنا مثل الضريح، ثم نقلت العبد وأنزلته فيه، وهو ضعيف جدا لا ينفعها بنافعة، لكنه يشرب الشراب. ومن اليوم الذي جرحته فيه ما تكلم، إلا أنه حي، لأن أجله لم يفرغ. فصارت كل يوم تدخل عليه القبة بكرة وعشيا وتبكي عنده وتعدد عليه وتسقيه الشراب والمساليق، ولم تزل على هذه الحالة صباحا ومساء إلى السنة الثانية، وأنا أطول بالي عليها، إلى أن دخلت عليها يوما من الأيام على غفلة فوجدتها تبكي وتلطم وجهها. فلما رأيتها فأطلقت سيفي وهو مسلول في يدي، وهذا الكلام قلت لها: هذا كلام الخائنات اللاتي ينكرن العشرة ولا يحفظن الصحبة. وأردت أن أضربها، فرفعت يدي في الهواء، فقامت وقد علمت بأني أنا الذي جرحت العبد، ثم وقفت على قدميها وتكلمت بكلام لا أفهمه، وقالت: جعل الله بسحري نصفك حجرا ونصفك الآخر بشرا. فصرت كما ترى، وبقيت لا أقوم ولا أقعد، ولا أنا ميت ولا حي. فلما صرت هكذا سحرت المدينة وما فيها من الأسواق والغيطان، وكانت مدينتنا 4 أصناف: مسلمين ونصارى ويهودا ومجوسا. فسحرتهم سمكا، فالأبيض المسلمون، والأحمر هم الماجوس، والأزرق هم النصارى، والأصفر هم اليهود. وسحرت الجزائر 4 إلى 4 جبال، وأحاطتها بالبركة، ثم إنها كل يوم تعذبني وتضربني بصوت من الجلد 100 ضربة حتى يسيل الدم، ثم تلبسني من تحت هذه الثياب ثوبا من الشعر على نصفي الفوقاني. ثم أن الشاب بكى، فعند ذلك التفت الملك إلى الشاب
وقال له: أيها الشاب، زدتني هما على همي. ثم قال له: وأين تلك المرأة؟ فقال: في المدفن الذي فيه العبد راقد في القبة، وهي تجيء له كل يوم مرة، وعند مجيئها تجيء إلي وتجردني من ثيابي وتضربني بالصوت 100 ضربة، وأنا أبكي وأصيح، ولم يكن في حركة حتى أدفعه عن نفسي. ثم بعد أن تعاقبني تذهب إلى العبد بالشراب والمسلوقة بكرة النهار. فقال الملك: والله يا فتى، لأفعلن معك معروفا أذكر به، وجميلا يؤرخونه سيرا من بعدي. ثم جلس الملك يتحدث معه إلى أن أقبل الليل. ثم قام الملك وصبر إلى أن جاء وقت السحر، فتجرد من ثيابه وتقلد سيفه، ونهض إلى المحل الذي فيه العبد، فنظر إلى الشمع والقناديل ورأى البخور والأدهان، ثم قصد العبد وضربه فقتله، ثم حمله على ظهره ورماه في بئر كانت في القصر، ثم نزل ولبث ثياب العبد وهو داخل في القبة، والسيف معه مسلول في طوله. فبعد ساعة أتت العاهرة الساحرة، وعند دخولها جردت ابن عمها من ملابثه وأخذت صوتا وضربته، فقال: يكفيني ما أنا فيه فارحميني. فقالت: هل كنت أنت رحمتني وأبقيت لي معشوقي؟ ثم ألبسته اللباس، وكان فيه الشعر والقماش من فوقه. ثم نزلت إلى العبد ومعها قدح الشراب وطاسة المسلوقة، ودخلت عليه القبة وبكت وولولت وقالت: يا سيدي كلمني، يا سيدي حدثني. ثم أنها بكت وقالت: أرجوك يا سيدي تحدث معي. فخفض صوته وعوج لسانه وتكلم بكلام السودان وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سمعت كلامه صرخت من الفرح وغشي عليها، ثم أنها استفاقت وقالت: لعل سيدي صحيح. فخفض الملك صوته بضعف وقال: يا عاهرة، أنت لا تستحقين أن أكلمك. فقالت: وما سبب ذلك؟ قال: سببه أنك طول النهار تعاقبين زوجك وهو يصرخ ويستغيث، حتى أحرمتني النوم من العشاء إلى الصباح، ولم يزل زوجك يتضرع ويدعو عليك حتى أقلقني بصوته، ولولا هذا لكنت تعافيت، فهذا الذي منعني عن جوابك. فقالت: عن إذنك أخلصه مما هو فيه. فقال لها الملك: خلصيه وأريحينا. فقالت: سمعا وطاعة. ثم قامت وخرجت من القبة إلى القصر، وأخذت طاسة ملأتها ماء، ثم تكلمت عليها، فصار الماء يغلي كما يغلي القدر، ثم رشته منها وقالت: بحق ما تلوته أن تخرج من هذه الصورة إلى صورتك الأولى. فانتفض الشاب وقام على قدميه وفرح بخلاصه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قالت له: اخرج ولا ترجع إلى هنا، وإلا قتلتك. وصرخت في وجهه، فخرج من بين يديها وعادت إلى القبة، ونزلت وقالت: يا سيدي، اخرج إلي حتى أنظرك. فقال لها بكلام ضعيف: أي شيء فعلتيه؟ أرحتني من الفرع ولم ترحيني من الأصل. فقالت: يا حبيبي، وما هو الأصل؟ قال: أهل هذه المدينة والأربع جزائر كل ليلة إذا انتصف الليل يرفع السمك رأسه ويدعو علي وعليك، فهو سبب منع العافية عن جسدي، فخلصيهم وتعالي خذي بيدي وأقيميني، فقد توجهت إلى العافية. فلما سمعت كلام الملك وهي تظنه أنه العبد، قالت له وهي فرحانة: يا سيدي،
على رأسي وعيني بسم الله. ثم نهضت وقامت وهي مسرورة تجري، وخرجت إلى البركة وأخذت ماء من مائها قليلا. ثم وهنا أدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. بكرة قصة جديدة، تصبحوا على خير.